المخافة نحو ربنا تروح. عايز يبقى ديمقراطي مع ربنا، قول له يا رب لا، تقول امر لازم تقنعني بيه عشان نطوعك. ما احنا بنحاول نقنع الناس بالوصية، لكن لما الناس يحترموا كلمة ربنا يكون ألطف. دلوقتي في ناس في الغرب الكتاب المقدس يحط كلام المسيح بالاحمر والباقي بالاسود، ويتكلموا يقول لك لا الكلام ده قاله بولس. قاله بولس؟ مش جوه الكتاب؟ مش كل الكتاب موحى به من الله؟ لا، الكلام ده كلام بطرس. بدأت حتى مهابة الكتاب المقدس تبقى موضع سؤال، وده أمر خطير جدا. احنا عايزين نعود الصغار من صغرهم على احترام الكبار. أنا قربت أخلص لأني قعدت معكم مدة طويلة. من ضمن الأشياء التي تعطي المخافة والمهابة الاستعداد قبل كل عمل روحي. الاستعداد قبل كل عمل روحي. الاستعداد قبل التناول، الاستعداد قبل الصلاة، الاستعداد قبل دخول الكنيسة. زمان كان الناس قبل ما يخشوا الكنيسة وهو خارج من بيته يفضل يقول مزاميره وصلواته لغاية لما يوصل الكنيسة يخش بالمزامير والصلوات. يقول فرحت بالقائلين لي إلى بيت الرب نذهب، وقفت أرجلنا في ديارك يا أورشليم. يقول مزامير المصاعد التي كانوا يقولونها وهم صاعدون إلى أورشليم إلى جبل الرب. بيمهد نفسه، يمهد نفسه بصلوات في البيت، بيمهد نفسه بالصيام سواء هيتناول أو ما يتناولش، يمهد نفسه طول ما هو ماشي بتأملات بصلوات لغاية لما يخش الكنيسة يكون ممهد باستعداد سابق. لكن كده على طول وهو جاي يتناقش مع أي واحد في أي موضوع ويمكن يكملوه جوه الكنيسة، ويمكن يقعدوا جنب بعض يقول له احنا وصلنا لحد فين. مفيش التمهيد قراية الكتاب المقدس. ساعات واحد بيقرأ وما بيستفدش أو ما بيتأملش، مفيش تأمل عميق. فقبل الصلاة أو قبل قراية الكتاب ممكن يقول ترتيلة، ممكن يقول تسبيحة، ممكن يقرأ كتاب روحي يمهد عقله للدخول في نطاق الإلهيات، يمهد عقله للدخول في نطاق الإلهيات، لذلك يدخلها بمحبة ومخافة. حتى في الكنيسة قبل ما احنا نخدم الهيكل فكركم بنعمل ايه؟ بنلبس التونيا، الملابس الخدمة. لا، دي ملابس الخدمة دي ليها شغلانة تاني. اللي بيجي على طول يروح لابس الملابس ما بيكونش مستعد روحيا. ده احنا نمسك ملابس الخدمة ونرشمها 3 رسومات قبل ما نلبسها، مش بس ساعة الرسامة. ونلبس الملابس واحنا بنصلي مزامير معينة. بنصلي ايه؟ مزامير معينة لكي تقدس الملابس وتقدس الخدمة بها. لكن مش على طول اسحب التونيا وروح لابسها، ده شغل مش بتاع ربنا. دي شغل يعني ما فيهاش استعداد روحي، ما فيهاش تمهيد روحي للعمل اللي احنا فيه. حتى الراهب القلنسوة بتاعته اللي هي دي اذا غسلها واتكوت وجاي يلبسها تاني لابد ان ترشم قبل ان يلبسها. المنطقة بتاعته لابد يرشمها، يشعر ان ملابسه بتقدس قبل ان تلبس، تعطي له نوع من المهابة لللبس الكهنوتي. لكن داخل كده بدون استعداد حاجات مش مظبوطة. اكتفي بكده وطولت عليكم، واشكر حسن انصاتكم.